ظبط بقى كده الايزو. وريها لي بقى كده. ماشي، ظبط الشطر كده يا خياط. وريها لي كده. طيب ظبط يا خياط الفوكس كده. وريني كده الصورة. انا غلطان اللي قلت لك صورني اصلا. يا ابني استنى بس يا عم اقعد يا عم. انت اخر الاوتوماتيك مود. سلام. غادي غادي. عشان اصور اي صوره وتطلع الصوره حلوه محتاج اظبط اكتر من حاجه. اول حاجه فيهم هي الاكسبوجر، وده بتحكم فيه في درجه السطوع او درجه البرايتنس بتاعه الصوره عامله ازاي. ممكن اخليها تكون منوره قوي او تكون مظلمه قوي. وممكن اتحكم كمان في الاكسبوجر من خلال الايزو ومن خلال الشطر. تاني حاجه بتحكم فيها هي الفوكس، وده من خلالها بقول للكاميرا ايه الحاجات اللي هتكون عليها تركيز في الصوره وايه الحاجات اللي هتكون مش واضحه او منغمشه. وتالت حاجه هي الوايت بالانس، ودي بتحكم فيها في درجه اللون الابيض في الصوره عشان الصوره ما تكونش صفرا قوي ولا تكون زرقاء قوي. فبحدد فيها درجه اللون الابيض عشان الصوره تطلع مظبوطه زي ما انا شايفها بعيني بالظبط. واخر حاجه هنحتاج نظبطها هي طب وانا عليا من ده بايه يعني؟ واظبط اكسبوجر واظبط شطر؟ ما انا اشتغل على الاوتوماتيك مود وخلاص يعني. اي كاميرا تليفون فيها وضع من الاثنين، وضع اوتوماتيك وده للناس اللي عايزه تريح دماغها وتصور صوره حلوه بسرعه وخلاص. في وضع تاني هو الوضع المانوال اللي هيسمح لك ان انت تتحكم في كل حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا عليها من شويه قبل ما تصور. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نقدر نصور بالمانوال مود او الاكسبرت مود. والتليفون اللي هنستخدمه في الفيديو ده هو اوبو F1s. اول حاجه تظبيط الاكسبوجر. الاكسبوجر زي ما اتفقنا ان هو بنحدد من خلاله درجه الاضاءه او درجه البرايتنس الموجوده في الصوره، ونقدر ان احنا نعلي الاضاءه قوي علشان نعمل افكت معين، ونقدر ان احنا برضه نقلل الاضاءه قوي علشان نعمل افكت معين. والاكسبوجر عامه ممكن اتحكم فيه من الشاشه الاولى من هنا او من خلال حاجتين تانيين خالص. اول حاجه هي الايزو، وده بيكون مفيد في الاضاءه المنخفضه ان احنا من خلاله نقدر نعلي الايزو، فبالتالي بنعلي الاضاءه الموجوده في الصوره. بس ناخد بالنا ان احنا ما نعليش الايزو قوي علشان بيحصل في الصوره حاجه زي اللي احنا شايفينها دي دلوقتي، ودي بيكون اسمها نويز. تاني حاجه هي الشاتر سبيد، ودي الموبايل بيقيسها بالثانيه. وعامه الشاتر سبيد معناها ان هو ده الزمن اللي الاضاءه بتنور بيه كل فريم موجود في الصوره، فبالتالي لما نقلل الزمن ده الصوره هتنور اقل، ولما نزود الزمن ده الصوره هتنور اكتر. والشاتر كمان بيسمح لنا ان احنا نتحكم في حاجه ثانيه، هي ان احنا نصور بيه الحاجات اللي بتتحرك. هنلاحظ ان احنا لما نقلل الزمن ده الاضاءه بتقل، بس تصوير الاشياء المتحركه بيكون شارب اكتر وبتكون الصوره واضحه اكتر. لكن لما بنزود الزمن ده الاضاءه بتزيد، لكن في نفس الوقت الحاجات اللي بتتحرك بتكون بلوري او بتكون مش واضحه قوي. تاني حاجه تظبيط الفوكس. الفوكس عشان نفهمه هنتخيل مع بعض ان الكاميرا بنمد منها خط افقي قدام الحاجات اللي هي بتصورها، والحاجات دي الكاميرا بتكون شايفاها على هيئه لايرز او طبقات، ولازم يكون في جزء من الطبقات دي صغير هو اللي ان فوكس او واضح، وبقيه الاجزاء هتكون اوت اوف فوكس او مش واضحه. طبعا في الاوتوماتيك مود بيكون سهل جدا ان احنا نظبط الفوكس، احنا بندوس على الحاجه اللي عايزين عليها فوكس وخلاص. لكن في الاكسبرت مود عن طريق المؤشر ده بنفضل نحركه لحد ما نوصل للفوكس اللي احنا عايزينه. وعشان نحس بالموضوع قوي بنحط حاجه في الفور جراوند هي دي اللي بنكون بنصورها، ومره نفوكس عليها ونخلي الباك جراوند هي المنغمشه، ومره ثانيه نفوكس على الباك جراوند ونخلي الحاجه اللي قدامنا هي المنغمشه. ثالث حاجه تظبيط الوايت بالانس. في العادي الكاميرا بتصور اللون الابيض ابيض، لكن لو المكان اللي احنا فيه اضاءه معينه لونها ازرق او لونها اصفر، فهتبدا الكاميرا تقرا اللون الابيض ده بطريقه مختلفه، عشان كده نلاقي الصوره في الاخر طالعه لونها اصفر شويه او لونها ازرق شويه. عشان نظبط الموضوع ده بنغير الوايت بالانس، كاننا بنقول للكاميرا اللون اللي انت شايفاه دلوقتي ده مش لون ابيض، وبنغيره من اكتر من مود الكاميرا بتكون مديهولنا لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. استخدموا المانوال مود او الاكسبرت مود في موبايلاتكم، والعبوا في كل الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، وورونا ابداعاتكم والصور بتاعتكم على هاشتاج زوم ان ريفيوزات. واكتر صوره هتعجبنا هنعرضها في اول الحلقه اللي جايه. نشوفكم الحلقه الجايه من برنامج زوم ان. صور صح.